الساعة دلوقتي 5 الفجر. أنا بقالي تقريبا 16 ساعة قاعد قدام الكاميرا بصور الحلقة دي. الإضاءة ضاربة في وشي، والحلقة دي تعتبر من أصعب الحلقات اللي أنا صورتها طول عمري، لأن ببساطة أنا بعد ما صورت الحلقة في كذا ساعة وعملت مونتاج وقررت خلاص ان انا ارفع الحلقة، وصلتني رسالة من على امازون مصر باول مبيعة نتيجة التصوير اللي احنا صورناه. فاول ما المبيعة وصلت انا قررت ان انا امسح الحلقة اللي انا صورتها ومنتجتها تماما واصور حلقة من جديد. تقولي ليه؟ هقولك لان مجرد ان المبيعة وصلتني وانا بصور حلقة مفروض ان الحلقة دي تكون ما فيهاش كل التفاصيل بحذافيرها 100%، وفي مبيعة تيجي، ده معناه ان الاستراتيجية اللي انا شرحتها ناجحة جدا. فنتيجة ده في نقاط انا ما شرحتهاش، فقررت ان انا امسح الفيديو التاني تماما واسجل الحلقة دي. مهمنيش المدة اللي انا خسرتها والوقت اللي انا خسرته، ومهمنيش المجهود اللي انا بذلته اثناء التصوير، ومهمنيش المجهود اللي انا هبذله اكتر في التصوير بتاع الحلقة التانية. انا اكتر حاجة همتني ساعتها ان انا فرحت جدا ان الحلقة طلعت ثمارها من قبل حتى ما ارفعها على اليوتيوب. فقررت ان انا لازم انزل حلقة كاملة التفاصيل بدون اقتطاع اي شيء، حتى لو المدة بتاعت الحلقة كانت قد ايه. انا معرفش الفيديو دلوقتي اللي انت بتتفرج عليه ده مدته قد ايه، بس هو هيكون كبير. انا اهم حاجة عندي دلوقتي ان انت تطلع من الحلقة دي تبقى بالنسبة لك الحلقة متكاملة، لان الحلقة اللي فاتت انا بعد ما صورتها اكتشفت ان في مبيعة جت والتانية جت قبل ما اقفل الكاميرا. فاحنا قدام دلوقتي حلقة كاملة الأركان. أنا أشهد الله أنا قدمت لك حلقة قدمت لك فيها كل المعلومات اللي أنت محتاج تتعلمها وتفهمها في مجال الأفيليت ماركتينج اللي ليها علاقة بأمازون مصر. قدمت لك حلقة حرفيا هتطلع من بعدها حرفيا تقدر تشتغل بنفسك. مش محتاج إن شاء الله بعد الحلقة دي تتفرج على أي حاجة تانية، يكفيك الحلقة بكامل تفاصيلها. مش محتاج منك أي حاجة خالص في الحلقة، يكفيني منك بس الدعاء. كفاية إن أنا أعرف إن أنت استفدت. لو انت استفدت فعلا دعوة من قلبك ليا بالدنيا وما عليها، يا رب تكون الحلقة بتاعت النهاردة شافعة لينا قدام ربنا. هكون ان شاء الله موجود معاكم في التعليقات، لو عندك اي استفسار يا ريت تحطه في التعليقات وانا عناية ليك بإذن الله هجاوبك. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تقدر توصل لإجمالي الإيرادات ان انت يبقى عندك مبيعة ومبيعتين في وقت قياسي، بحيث ان احنا عندنا 5 نقرات بس، منهم من ال5 اشخاص اللي نقروا على الرابط بتاعنا في شخصين اشتروا، يعني نسبة تحويل وصلت 40%. وطبعا العنصرين اللي طلبوا هم اتشحنوا، ودي اجمالي ايراداتهم وارباحهم. ده احنا عملناه في يوم واحد بس، في يوم 17، وهو نفس اليوم اللي احنا سجلنا فيه الحلقة. يعني لو خدت بالك تاريخ تسجيل الحلقة كنا بنسجل في 17، دلوقتي المقطع اللي احنا بناخده دلوقتي حالا ده يوم 18. يعني احنا قررنا نمسح الجزء الكامل اللي احنا كنا مسجلينه وصورنا فيديو جديد. تعال اوريك المنتجين اللي اتباعوا. المنتجين اللي اتباعوا ده المنتج الاولاني القطر ده، وده المنتج الثاني المفك ده. تعال بقى نخش في التفاصيل بتاعت حلقة النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على طه الامين سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، يا رب تكونوا في اتم الصحة والعافية. النهارده باذن الله هنبدأ حلقة تعتبر مشروع متكامل عن أمازون مصر. مشروع بعد ما تخلصه بإذن الله هيكون عندك مصدر الدخل الخاص بيك. فقبل ما نبدأ حلقة النهاردة، قبل ما نخش في كورس النهاردة، خلينا نبدأ الحلقة بدعاء كلنا ندعيه مع بعضينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. آمين يا رب. يا رب تبقى الحلقة بتاعت النهاردة خفيفة عليكم، يا رب أكون أنا ضيف خفيف عليكم، ويكون كل المعلومات اللي انت هتتعلمها النهاردة مفيدة ليك. خلينا نبدأ في البداية. الحلقة بتاعت النهاردة هتبقى منقسمة فصول، كل فصل عبارة عن جزء نظري وجزء عملي. كل جزء عملي هيترتب ترتب كامل على الجزء النظري. فياريت تكون بتتفرج عليا النهاردة في ذهن صافي وفي أعصاب هادية، وانت قاعد ومفيش أي حاجة حواليك، وبتركز معايا في كل التفاصيل اللي أنا بتكلم فيها، عشان الحلقة بتاعت النهاردة فعلا هي عبارة عن مشروع متكامل. انا مش عايزك تتفرج على سلسلة امازون اللي احنا اتكلمنا فيها بكل تفاصيلها. كفاية بس ان انت تبقى معاك اكاونت على امازون، ولو ما معاكش اكاونت على امازون مصر، اكاونت خاص بالافيليت ماركتنج او ببرنامج تسويق امازون مصر، لازم تتفرج على الحلقة اللي هسيبها لك في الاي اللي فوق اللي احنا سجلنا فيها، وعندنا اكاونت على برنامج شركاء تسويق امازون مصر.
طيب خلينا نخش في التفاصيل على طول من غير ما نطول مع بعضينا. خلينا نخش في التفاصيل على طول عشان حلقة النهاردة أصلا طويلة جدا. الفصل الأولاني بعنوان أنا مش هختار منتج، أنا هختار شركة كاملة. احنا في الحلقة اللي فاتت اخترنا منتج واحد، ومنتج كان خاص بزيوت السيارات، بنيتش زيوت السيارات، وبنينا صفحة فيسبوك كاملة على المنتج، وتعلمنا ازاي نعرف نروج المنتج ده، وازاي نعرف نشتغل على المنتج، وازاي نقدر نوصل للجمهور بتاعه. اتعلمنا في الحلقة اللي فاتت الشكل المدفوع للإعلان، وازاي نعرف نبني براند كامل حوالين منتج واحد بس. واتكلمنا في الحلقة اللي قبلها عن ازاي نعرف نعمل ماركتينج او نسوق للمنتج هو نفس المنتج ولكن بشكل مجاني. الحلقة بقى بتاعت النهاردة احنا مش مجرد هنبتدي ناخد منتج واحد. انت بعد ما تخلص معايا حلقة النهاردة هيكون عندك منظومة كاملة تسويقية، منظومة كاملة بحيث ان انت لو عملت في اي وقت كان اعلان لمنتج واحد يجي لك شخص مهتم بكل انواع المنتجات اللي انت شغال عليها. يعني وليكن مثلا انا عملت اعلان لمفك، فالشخص اللي هيشتري المفك ده دخل على الاعلان بتاعي، فبالتالي دخل على الصفحه بتاعتي، فممكن مش يختار مفك بس، يختار مفك ومنشار وهيلتي وكل حاجه ليها علاقه بالتخصص بتاعي. لا انا مش فاهم منك حاجه. طيب خلينا نشرح الموضوع بطريقه مختلفه شويه. احنا النهارده هنشتغل على ان احنا مش هنختار منتج واحد، احنا هنختار شركه متخصصه في عالم العدد. يعني ايه؟ كلنا عارفين الناس اللي بتفهم في موضوع العدد في المفكات والزراديات والهيلتي والشنيور والكلام ده كله، عارفه ان اكبر شركتين في مصر متخصصين بمجال العدد هم شركتين، شركه اسمها توتال وشركه اسمها انكو. عارفين ان الشركتين دول عندهم كل انواع العدد اللي بتخطر على بالك بكل التخصصات بتاعتها. فاحنا هنعمل صفحه فيسبوك النهارده، الصفحه دي هنحط فيها عشرات المنتجات اللي مرتبطه ببعضها ارتباط وثيق، بحيث ان احنا لما نعمل اعلان او نسوق لمنتج إن كان مش مجرد ان احنا هنسوق لمنتج واحد، ده احنا لما نسوق للصفحة بتاعتنا هيبقى عندنا احتمالية ان احنا بدل ما نجيب مبيعة واحدة في اليوم نجيب اكتر من مبيعة. يعني انا عايز اطلع من حلقة النهاردة يبقى عندي صفحة عليها عشرات ومئات المنتجات اللي اقدر اسوق لها لنفس الجمهور. احنا النهاردة هنطلع من الحلقة مكونين جمهور كامل عن التخصص بتاعنا. اذا يا خالد، هل لازم انا اختار شركة تكون متخصصة في مجال العدد زي ما انت ما بتقول زي شركة توتال او شركة انكو؟ لا طبعا، انت ممكن تختار شركة في اي تخصص إن كان. انت هتختار شركة في تخصص يكون الشركة دي بتلم منتجات كل انواعها. يعني ايه؟ خلينا نخش في الفصل التاني عشان نفهم الجزئية اللي انا بتكلم عنها دي بالتفاصيل. دلوقتي احنا في الفصل التاني، احنا ليه اخترنا شركة متخصصة في مجال معين زي شركة توتال او شركة انكو؟ خلينا الاول نستعرض وجهة النظر بتاعتنا. لو فتحنا موقع امازون وكتبنا كلمة توتال او كتبنا كلمة انكو او كتبنا كلمة اي شركة متخصصة في مجال معين، طب انا اعرف منين الاول ان الشركة دي متخصصة في الحاجة اللي انا شغال عليها؟ هتلاحظ ان الشركة هي اللي بتصنع الحاجة. يعني مثلا هنا شركة توتال بتلاقيه بيصنع ايه؟ مثلا كومبرسور، بيصنع مثلا هيلتي، بيصنع اداة غسيل، بيصنع زيوت سيارات، بيصنع عدد، بيصنع مثلا بيصنع مقصات، بيصنع زرادية، بيصنع افوميتر، بيصنع موتور مية. هتلاقي الشركة متخصصة في اكسسوارز، كل الاكسسوارز اللي ليها علاقة بمجال العدد مجتمعة كلها في مكان واحد. فتخيل معايا بقى ان انا يبقى عندي صفحة فيها كل منتجات شركة معينة. تخيل معايا انا هوصل لدرجة عاملة ازاي من الاحترافية. طب ليه الكلام ده؟ تخيل معايا مثلا ان انا سوقت، عملت تسويق للمنتج ده اللي هو المفك التست ده. العميل بعد ما استلم المنتج اكتشف ان الكواليتي بتاعت توتال محترمة جدا او الكواليتي بتاعت انكو محترمة جدا. فلما الشخص ده استخدم المفك بتاع توتال، مفك التست بتاع توتال ده، واعجب بيه، قرر ان هو بعد كده يشتري البراندات الخاصة بشركة توتال. فهيروح يدور، هيلاقي ان الشركة فيها كل حاجة هو محتاجها. فيروح مثلا ايه؟ محتاج بعد كده افوميتر، هتلاقيه راح اشترى افوميتر من توتال. محتاج بلاور، محتاج مفك، اي حاجة هيحتاجها في مجال العدد هيتجه ليا، هيتجه للصفحة بتاعتي، مش هيحتاج يدور بره. فده اللي احنا هنشتغل عليه في حلقة النهاردة. هنبني جمهور متكامل متخصص في مجال العدد. هنلم الجمهور ده هنضيفه عندنا عشان لما يحتاج اي حاجة كانت في مجال العدد
يلجأ لنا احنا، يدور علينا احنا، من غير ما انا ادور على عميل وبعد كده ابعت له اللينك واعمل اعلان ممول. لا، انا مش محتاج اعمل كل ده. انا كل اللي محتاجه ان انا اعمل اعلان في مره واحده بس على الصفحه او مرتين للمقص ده، وبعد ما اعمل الاعلان ويجي لي شخص مهتم بالشراء ويتابع الصفحه بتاعتي، هو كده لما يجي في اي وقت إن كان يشتري هتظهر له الصفحه بتاعتي، لان فيسبوك الجوريزم شغاله بالشكل ده. فاحنا هنبني الصفحه دي النهارده، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه بالتفاصيل بتاعته. يبقى قبل ما نودع الفصل التاني، لان هو يعتبر من اهم الفصول في الحلقه بتاعت النهارده، احنا استفدنا ايه من الفصل التاني؟ استفدنا ان احنا عملنا تحليل للنيتش بتاعنا، وعملنا تحليل للبراند اللي احنا هنشتغل عليه، وقلنا ان احنا هنختار شركه توتال او شركه انكو نشتغل عليهم، لان الشركه دي بتوفر لنا كمية عدد كبيرة جدا، عدد كهربائية، لاسلكية، يدوية، اكسسوارات، ادوات سيارات، حاجات كتير جدا. فاحنا لما نوصل لعميل واحد بس متخصص، عميل واحد بس عايز يشتري اي حاجة من اي قسم من الحاجات دي، بعد كده العميل ده هيحتفظ بينا، هو اللي هيدور علينا مش احنا اللي هندور عليه. فملخص الفصل، انا مش محتاج ابيع نفس المنتج كل يوم. فانا العميل بتاعي اللي دخل على الصفحة بتاعتي في يوم من الايام عشان دريل، ممكن في يوم من الايام يحتاج بطارية، ممكن في يوم من الايام يحتاج مفك، ممكن في يوم من الايام يحتاج صاروخ، ممكن في يوم من الايام بعد كده تلاقيه يحتاج عدة كاملة، طقم كامل عدد. فهنا لازم تبقى فاهم ان احنا مش مجرد بنستهدف عميل عشان منتج واحد، ده احنا بنبني كيان كامل عشان العميل ده لما في يوم من الايام يشتري مننا نفضل محتفظين بالعميل ده اكبر قدر ممكن. انا هنا مش ببني صفحة لمنتج واحد، انا هنا ببني جمهور كامل اقدر اسوق له منتجات كتير جدا جدا قدام. انا ببني شخص يثق فيا، هو اثق فيه. هيجي لي واحد مركز معايا ومركز في التفاصيل ومركز في كل كلمة بقولها، هيقول لي يا خالد بس والله مجال العدد ده اللي انت عايز تبني عليه براند كامل، المجال ده مش بيبيع في مصر، يعني انت حللت النيتش ده غلط يا هندسة ولا مفيش ناس متخصصة في المجال ده، يعني انت كده كده خسران. يعني هقول لك خد المعلومة الصادمة، ان احنا كده داخلين على الفصل الثالث. الفصل الثالث بعنوان مين الجمهور اللي هنبيع له. خليني اقول لك ان مجال العدد، المجال ده متخصص فيه اكتر من 6 مهن يمكن او اكتر. يعني اللي بيشتغلوا في مجال العدد ناس اكتر مما تتخيل. يعني مين الناس اللي ممكن تشتري منك؟ نجار بيحتاج عدد ليها علاقة بالنجارة، بيحتاج منك مثلا صاروخ، بيحتاج منك مثلا مفكات. عندك كهربائي بيحتاج منك مثلا قصافة، بيحتاج منك مفك تيست. عندك سباك بيحتاج منك مفاتيح انجليزي، بيحتاج منك مفاتيح فرنساوي. عندك ميكانيكي بيحتاج منك طقم عدد، بيحتاج منك زيوت سيارات. عندك فن الصيانة بيحتاج منك الفن الصيانة ده وليكن مثلا بتاع تكييفات، بيحتاج منك عدة تكييفات، آلات غسيل، لواكير، بيحتاج منك حاجات مهمة. صاحب ورشة بيحتاج منك حاجات كتير. عندك حتى الشخص اللي بيجهز العدة بتاعت البيت بتاعه يدور على منتجات من عندك. لازم تبقى فاهم ان اهم حاجة في الماركتينج، اهم حاجة في الخطة التسويقية بتاعتك، ان انت بتدور على منتج، المنتج ده بيحل مشكلة لشخص. فطول ما المنتج بتاعك بيحل مشكلة، طول ما المنتج بتاعك هيبقى مطلوب. لازم تبقى فاهم، هي دي النقطة الفاصلة. طول ما المنتج بتاعك بيحل مشكلة، طول ما المنتج بتاعك بيحل أزمة، المنتج بتاعك هيبقى مطلوب. تخيل معايا بقى ان منتج يكون موجود على مدى واسع. هتقولي طب ما انا ممكن مثلا لما اجي ابيع لنجار مثلا زي ما انت ما حددت في الاول، وتواصلت مع النجار، النجار مثلا هيقول لي انا محتاج دريل، الدريل ده ينجز لي شغلي، محتاج حاجه تبقى الدقه بتاعتها كويسه قوي وفي نفس الوقت تنجز لي في الشغل. هبتدي انا اعرض عليه دريل وليكن مثلا دريل 20 فولت. فلما ابتدي اعرض عليه الدريل ال 20 فولت هيقول لي لا والله اصل الدريل اللي انت عارضه لي ده ب 2500 جنيه، الدريل ده 20 فولت 2 امبير بسرعتين، فالدريل ده غالي عليا. هقول له والله ده انا في صفحتي برضو عارض دريل اصغر 4 فولت، وفي دريل تالت 12 فولت بسعر اقل، ال 4 فولت ب 500 جنيه وال 12 فولت ب 1000 جنيه. يبقى انت كده عملت يا فندم توفير وفي نفس الوقت وفيت شغلك. كده العميل ما هربش مني، كده العميل ما طلعش برايا. هي دي الفكره الاساسيه. التسويق الاساسي في ان انا ابتدي اعمل ربط ما بين كل منتجاتي وبعضها، بحيث ان العميل لو ما ابتداش يختار منتج معين من المنتجات بتاعتي هو مش هيخرج برايا. هو لو ما اختارش منتج سين هيختار منتج صاد. ما انا عندي الاثنين، ما انا متخصص في شركه كامله، ما انا ببيع الكلام ده
ببيع المنتج بتاعي ده لشركة كبيرة عندها كل حاجة. هي دي الفكرة، هي دي النقطة، هو ده البوينت. لازم تبقى فاهم المبدأ الأساسي، وكمان لازم يبقى عندك ربط ما بين الأدوات اللي انت بتعرضها. يعني ايه مثلا؟ هقول لك مثلا مثال. يعني وليكن مثلا انا عندي مفكات، وعندي في نفس الوقت بنس او زرادية. فانا الزبون لما يجي ياخد مني مفك النهاردة هيجي ياخد مني زرادية بكرة، ما خلاص جرب الجودة بتاعت الشركة اللي انا بتعامل عليها. فانا عملت كده ربط ما بين المنتجين، وهي دي النقطة الأساسية اللي حابب إن أنت تسيب الفصل التالت وأنت فاهمها. هو ده الريال ماركتينج، هو ده التسويق الحقيقي اللي أنت محتاج تتعلمه. ده اللي هيودينا يا شباب للفصل الرابع. احنا دلوقتي هنتعلم ازاي نعرف نبني البراند بتاعنا بشكل كويس جدا. في البداية هفتح الفيسبوك، وبعد كده هتوجه للتطبيقات، وبعد كده هروح مباشرة لإنشاء الصفحة. ابتدي اضغط على كلمة الصفحة بحيث ان انا ابتدي انشئ الصفحة بتاعتي بالتفاصيل بتاعتي. طب عشان نبتدي ننشئ الصفحة بتاعتنا محتاجين الاول نفهم ايه اللي هنكتبه في الصفحة بتاعتنا. مبدئيا انا اخترت نيتش العدد، او اخترت نيتش ان انا اتخصص في مجال العدد، فلازم الصفحة بتاعتي يكون ليها علاقة بالنيتش اللي انا اخترته. ليه؟ لان انا مستهدف دلوقتي جمهور له علاقة بالعدد. فاي حد هيكتب في السيرش بتاع فيسبوك مثلا كلمة عدة او عدد او اي حاجة من الحاجات دي، مفروض ان الصفحة بتاعتي تظهر له. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ هبتدي اروح على الصفحة بتاعتي مثلا في الاسم بتاعها هسميه بالعربي مثلا وليكن عالم العدد، وليكن مثلا. تمام كده انا عملت اسم تجاري من غير ما يكون له علاقه ببراند معين، ملوش علاقه بتوتال او ملوش علاقه بانكو، لان انا هشتغل على الاثنين واشتغل على اي شركه ليها علاقه بالمجال بتاعي. بعد ما اختار الاسم بتاع الصفحه بتاعتي هنتقل بعد كده للقسم اللي بعده وهي الفئه. الفئه هكتب فيها تسويق وبيع بالتجزئه، اهي تسوق وبيع بالتجزئه. تمام. وممكن بعد كده احدد مثلا اكتب مثلا صيانه او اكتب عدد. ممكن اكتب مثلا هنا صيانة، ماشي. وابتدي مثلا اكتب عدد او اختار عدد. انا هخليها تسويق وبيع بالتجزئة بس. عندي السيرة الذاتية وهو الوصف او description اللي بيكون موجود تحت الاسم، وده لازم اكتبه مختصر بطريقة حلوة. يعني انا هروح على جيميناي واقول له اكتب لي وصف مصغر عن صفحة على فيسبوك تهتم بمجال العدد. بص بيقول لك اسلوب عملي ومباشر للتجار او المحلات، دليلك الاول لكل ما تحتاجه من عدد وادوات يدويه وكهربائيه، اصل العده الصح عشان شغلك يطلع مظبوط. ممكن هنا كمان عالم العدد والادوات في مكان واحد، نقدم لك مراجعات ونصائح واحدث التقنيات لمساعدك في اختيار المعدات الانسب لمشاريعك وانجاز اعمالك بكفاءه. انا عجبني ده بصراحه لان هو كمان في كلمه عالم العدد. ابتدي اخده بالشكل ده وابتدي اضيفه هنا. اتضاف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كويس جدا. بعد كده ابتدي اضغط على كلمة انشاء صفحة. طبعا لو انت عندك متجر خاص بيك على امازون بتبيع عليه هتحط اللينك بتاع المتجر بتاعك هنا، ولكن انا ما عنديش، فهبتدي اسيب المتجر واسيب رقم التليفون. ممكن تحط رقم التليفون بتاعك ويكون عليه واتساب بحيث سهولة التواصل تكون عالية جدا. ممكن تحط البريد الالكتروني بتاعك او ما تحطوش عادي جدا از يو لايك. الموقع بتاعك ممكن مثلا تكتب هنا وليكن مثلا ايجيبت مثلا. بعد كده هتقول له ان انت مفتوح دائما شغال دايما، وبعد كده هتقول له التالي. هنا بيطلب منك ان انت تضيف صورة شخصية وصورة غلاف. احنا محتاجين نضيف صورة وصورة غلاف. طيب محتاجين الاول نصمم صورة احترافية على جيميناي. فاروح على جيميناي وابتدي اضغط على الفلاش ده وابتدي اختار كلمة تفكير موسع، ومن البلاس ده هبتدي اضغط على كلمة انشاء صورة بحيث ان الصورة تكون معمولة بالنانو بانانا بالاي اي. طبعا انت تقدر يعني تصمم صورة او لوجو بالطريقة اللي يريحك. انا اختصارا للوقت هصممها على جيميناي عشان جيميناي سريع شوية، وهقول له صمم لي لوجو لصفحة فيسبوك باسم عالم العدد. وبعد كده هروح على جوجل وهقول له مقاسات لوجو صفحة الفيسبوك. هيقول لي ان بتبقى 170 في 170 بكسل. هبتدي اخد المقاس بالشكل ده واروح اديله للجيميناي، وبعد كده هضغط على انتر وهنتظر لحد ما يصمم لي الصورة. انا قلت له يصمم له لوجو لصفحة فيسبوك باسم عالم العدد وده البيكسلز بتاعتها، واستنى. كويس جدا، عمل لي لوجو شكله جميل. دلوقتي قبل ما احفظ اللوجو محتاج ان انا كمان اعمل تصميم للغلاف بتاع الصفحة.
هقول له صمم لي غلاف لصفحة الفيسبوك بمقاسات، واروح على جوجل واقول له مقاسات غلاف صفحة الفيسبوك. هي دي المقاسات 820 في 312 بكسل. وبعد كده هديله المقاسات، صمم لي غلاف لصفحة الفيسبوك بمقاسات 820 باسم عالم العدد. وبعد كده هضغط على انتر عشان انتظر لحد ما يخلص. قبل ما هو ما يخلص هبتدي احفظ اللوجو بتاعي بالشكل ده. تمام، هو خلاص خلص. بصراحة شكله كويس جدا، ولكن انا لاحظت غلطة يعني ارتكبها جيميناي، ان هو حاطط مكان هنا ابيض، لان هو متوقع ان انا بصمم غلاف، ولكن الغلاف ده فيه صورة انا هحطها هنا. يعني هو صمم شكل الغلاف خارجيا مش داخليا. فانا هقول له التصميم جيد، ولكن ارسل لي الصورة كاملة بدون جزء اللوجو الذي وضعته على اليسار. تمام، هو خلاص خلص. زي ما انت ما شفت عالج المشكلة اللي كانت موجودة في الصورة هنا. وطبعا انا تعمدت اسيب المشكلة عشان اوريك انا ازاي عالجتها بمنتهى السهولة، من غير برومت ومن غير تعقيد. الموضوع بقى اسهل، يعني بقى اسهل من السهولة. بعد كده هبتدي اضغط على تنزيل بالشكل ده بحيث ان الصورة تتحفظ. الصورة والغلاف ببساطة اضغط على صورة الملف، بعد كده اختار اللوجو، بعد كده اضغط على الغلاف. تمام، شايف اللوجو شكله بقى احترافي ازاي؟ تعال نبص النتيجة النهائية. النتيجة النهائية محترمة جدا بصراحة. ده شكل الصفحة بتاعتنا من على الكمبيوتر، ده شكل الصفحة بتاعتنا من على التليفون. الموضوع شكله فعلا احترافي جدا. تمام، هضغط على التالي. زي ما انت ما شايف ربط واتساب، هتحط رقم التليفون بتاعك وتحدد الدولة من هنا. هتكتب في السيرش هنا مصر، هتطلع لك مصر زي ما انت ما شفت ده بعد كده هتحط رقم التليفون بتاعك وتضغط على الحصول على الرمز. هتجيلك رسالة على الواتساب، هتأكد الرقم بتاعك. هتظهر هنا المكان الخاص بإرسال الواتساب أو الرسائل بتاعتك. موضوع مفيش اسهل من كده. انا اختصارا للوقت هضغط على تخطي، وبعد كده هضغط على التالي، وبعد كده هضغط على تم. كده انا خلصت الصفحة بتاعتي. زي ما انت ما شايف الصفحة اصبحت احترافية بشكل كبير جدا جدا جدا. دلوقتي الصفحة بتاعتي جاهزة ان انا اشتغل عليها وابتدي انشر الشغل بتاعي عليها. الفصل ده بقى يعتبر من اهم الفصول اللي موجودة في الحلقة. الفصل السادس بعنوان تهيئة الصفحة. لازم بالظبط كده نعمل ايه؟ ترتيب وتهيئة للصفحة، ونرتب شغلنا ونفهم الكونسبت الاساسي اللي احنا هنشتغل عليه. مش لازم تطبق اللي انا بقوله لك ده بشكل عملي مليون في المية، قد ما ان انت تفهم المبدأ الاساسي، بحيث ان انت لو اشتغلت في مجال تاني غير موضوع العدد. دلوقتي احنا محتاجين ان اول ما العميل يخش الصفحة بتاعتنا يلاقي ان الصفحة منظمة مهيئة فيها اقسام، يدور على القسم السهل بالنسبة له ويعرف يلاقي البضاعة بتاعته بمنتهى السهولة من غير ما يبتدي يدوخ جوه الصفحة. طيب الكلام ده احنا نعمله ازاي؟ عشان نعمله محتاجين ان احنا نقسم الشغل اللي احنا نرفعه على الموقع. يعني مثلا شركة توتال قلنا ان هي شغالة في تخصصات كتيرة جدا: عدد كهربائية، عدد لاسلكية، عدد ليها علاقة بالمفاتيح، الالانكيهات، عدد ليها علاقة بالكهرباء، حاجات كتير جدا جدا. فاحنا محتاجين في البداية ان احنا نقسم الشغل بتاعنا. وليكن مثلا ان احنا هنبدأ بالعدد اللي بتستخدم في شغل مثلا النجارة، او في شغل مثلا الفتح او الثقب او التثقيب والكلام ده كله. فاحنا دلوقتي محتاجين مثلا نجمع شوية هيلتيهات مع شوية دريلات في فولدر واحد. يعني وليكن مثلا الدريل ده نبتدي ناخده بالشكل ده، ونبتدي نحفظ الصورة بتاعته بالشكل ده. تمام، وبعد كده نروح على طول على موقع جيميناي ونعمل التالي. محتاجين نروح ناخد الصورة بالشكل ده، اضيف صورة. هي دي الصورة بتاعت المنتج. طبعا احنا لو خدنا الصورة دي ورحنا رفعناها مباشرة على الفيسبوك ده اسمه فشل. لازم تبقى منظم لأقصى درجة ممكنة. فابتدي اخد الصورة بالشكل ده، وبعد كده هروح على نفس الوصف بتاع المنتج. تمام، وابتدي اخد الوصف بالمنظر ده. تمام، وابتدي اعمله كوبي بالمنظر ده. ولاحظ ان النوع هنا ان ده دريل بيتشحن نوع تايب سي، ماشي، او نوع شحن. يعني ده دريل لاسلكي، خلينا نقول ان هو بيتشحن اهو، بيشحن تايب سي. فانا استفدت ايه من المعلومه دي؟ هقول لك استفدت ايه. هروح للجيميناي وهقول له التالي: اريد تصميم صوره لهذا المنتج. وبعد كده اروح حاطط له العنوان اللي انا خدته، اللي هو العنوان ده بالشكل ده اهو.
لهذا المنتج مثقاب كهربائي قابل للفصل والكلام ده كله، وتكون هذه الصورة بها مميزات المنتج. تمام. وبعد كده هنزل تحت بالشكل ده، وهلاقي عندي بعد كده عن السلعة. شايف كلمة عن السلعة دي؟ هضغط على كلمة شاهد المزيد عن السلعة، وبعد كده هروح على منتجات السلعة، المميزات والمواصفات. وبعد كده عندي في قسم المميزات والمواصفات هلاقي بقى مصدر الطاقة، ان هي بتعمل ببطارية 12 فولت والكلام ده كله. ابتدي انسخ الكلام ده كله كده، اعمل له كوبي، وبعد كده هروح لجيميناي وهقول له خد لي المميزات بتاعة السلعة بالشكل ده، وبعد كده هضغط على انتر. دلوقتي هو هيبتدي يصمم لي صورة فيها الصورة دي بتاعة المنتج، وفي نفس الوقت المميزات بتاعة المنتج. انا هستخدم الصورة دي وارفعها على فيسبوك على الصفحة بتاعتي. خليني استنى. كويس جدا. زي ما انت ما شايف شكل المنتج بقى احترافي بشكل اكبر اصلا من اللي مرفوع على الصفحة. يعني بص، الصورة هنا اصلا مبكسلة بالمنظر الوحش ده، الصورة هنا مش واضحة، والتفاصيل بتاعة المنتج مش باينة. يعني بص الصورة هنا بقت جودتها عاملة ازاي. هبتدي احفظ الصورة بالشكل ده كده. انا جهزت اول منتج. تاني منتج هنفذه بنفس الفكرة بالظبط، ولكن تاني منتج برضو لازم يكون ليه علاقة برضو بالعدد، ولكن عدد كهربائية برضو. فانا هروح مثلا وليكن اروح ادور على دريل تاني، زي مثلا وليكن الشنيور ده. دريل ده اللي بيتشحن ببطارية 20 فولت، ده مختلف عنه ولكن في نفس الكاتيجوري بالظبط. ماشي. فهبتدي اعمل نفس الكلام، هحفظ الصورة بالمنظر ده، وهعمل نفس الكلام بالظبط. هروح لجيميناي وابتدي اخد الصورة، اضيف صورة، واروح اخد الصورة التانية بالشكل ده، وبعد كده هرجع هنا اخد العنوان وهقول له صمم صورة لهذا المنتج، وبعد كده اروح كاتب اسمه ومن مميزات هذا المنتج. وبعد كده اروح اجيب المميزات بتاع المنتج زي ما اتعلمنا. ابتدي اضغط على شاهد المزيد، المميزات والمواصفات. هروح اخد المميزات والمواصفات بالمنظر ده، وبعد كده هرجع للجيميناي اديله المميزات بتاعه المنتج واضغط على انتر، واستنى الصورة التانية تخلص. كويس جدا. الصورة التانية خلصت زي ما انتم ما شايفين. هبتدي برضو احفظها كده. انا عندي منتجين لهم علاقة ببعض، ده والمنتج ده دريل وده دريل، بس نوعين مختلفين. تعال نروح نجيب واحد كمان، وليكن مثلا الشنيور ده بقى الشنيور برضو بس بسلك، برضو اللي هنفذه هنا هنفذه على ده. هروح اخد الشنيور ده، بعد كده احفظ الصورة، هاخد العنوان واروح للجيميناي اقول له صمم لي صورة لهذا المنتج، وبعد كده هضغط على البلس اضيف صورة، وبعد كده هبتدي اضيف الصورة دي بالشكل ده، وبعد كده هقول له احط له العنوان بتاع المنتج. ده منتج مختلف 18 فولت شنيور كهربائي ده، وكالعادة نفس الطريقة شاهد المزيد، وبعد كده المميزات والمواصفات، وبعد كده هروح اخد الكلام بتاع المميزات ده واروح للجيميناي احط له المميزات بالشكل ده واضغط على انتر. طبعا انا كده لو الزبون قال لي انا عايز دريل سعره 600 جنيه هقول له اتفضل. لا بس انا عايز الجوده بتاعته تكون اعلى شويه هقول له اتفضل. عايز لا انا عايزه والله بسلك مش عايزه ببطاريه، انا ما بحبش موضوع البطاريه ده عشان بيفصل شحن، اتفضل. كده انت عندك بتلم كل حاجه لها علاقه بالمنتج بتاعك، بتزود التخصص. فهمت قصدي؟ كده انت بتبني نيتش بشكل واقعي بنسبه 100%. خلينا نستنى الصوره لما تخلص. زي ما انت ما شايف الصوره خلصت بالمميزات بالشكل ده. هضغط على حفظ. طبعا انا قبل ما عندي نبدا في اي منتج، حاجه لازم ادي نكمل 2، المعلومات الضريبيه ادي 3. بتاعتنا بعد ما اعمل كده عندي اكونت 3 منتجات على ليهم امازون. علاقه اضغط على بالشنيور او المعلومات الدريل. الضريبيه، الادوات هلاحظ كلمه خلينا غير نقول ان هي مكتمل، الادوات هضغط على الكهربائيه. الحاله الضريبيه، نرفع ومن هنا هبتدي المنتجات املى دي على المعلومات بتاعتي. الصفحه اغير بتاعتنا. اللغه تعالى الاول اوريك ازاي تعرف اخليها ترفعها عربي، بشكل كويس. وبعد كده املى هتضغط على كلمه المعلومات صوره بتاعتي بمنتهى وهتروح السهوله. تجيب ابتدي احط مثلا الاسم بتاعي الشنيور باللغه الاخير ده اللي الانجليزيه، احنا اشتغلنا ولازم عليه. الاسم بتاعي يكون تمام. مكتوب بطريقه وهتبتدي زي بالظبط ما تروح محطوط في البطاقه بتاعتك، جيميناي يعني اسم رباعي وتقول لازم له يتكتب بطريقه اكتب لي مظبوطه. بعد وصف كده هنزل تحت جيد والاحظ ان انا جدا هقول له لا، انا لهذا
ما عنديش بطاقه ضريبيه. المنتج. وهنا طبعا هتحط وبيجي له الهوك الرقم القومي قوي. بتاعك، هتكتب له الرقم القومي بتاعك بطريقه بعد سليمه. كده هضغط على وبعد كده خلينا نشوف هتلاحظ بقى ان في هيكتب اتفاقيه قدامك، وهيطلب منك ان الوصف او انت الهوك بشكل توقع عامل ازاي. على نستنى الاتفاقيه، الكلام يعني اللي انت هو تكتب هيكتبه لي الاسم بتاعك بحيث زي ان ما يكتب موجود لنا في هوك البطاقه قوي بالظبط، جدا بدون للمنتج ما ده. تغلط في بص، اي كلمه زهقت من او اي الشنيور حرف اللي في بيفصل الاسم شحن بتاعك. في عز الشغل، حط شنيور الاسم توتال بتاعك بالظبط. السلكي وبعد كده بكود بعد ما وهكذا. تخلص هتلاحظ ان التاريخ تمام. موجود اللي انت ممكن بتوقع فيه، وبعد اخد كده الهوك تضغط على ده كلمه بالشكل ارسال. ده من هنا بقى واصدره انت في المفروض ان البداية انت هترفع صورة البطاقة للعنوان بتاعتك عشان بالشكل هو ده، يقارنها. طبعا الرقم وده القومي بتاعك ودي يقارنه الطريقة بنفس الرقم المثلى القومي اللي انت حطيته الطريقة في المثلى الاتفاقية اللي للشغل فاتت. ان انت تكتب فتبتدي هوك، تحط مش له مجرد صورة تكتب الرقم له شنيور القومي كهربائي من الوش توتال بس، مش صورة عارف ايه، لا. البطاقة بتاعت الوش تكتب بتاعتك، هوك بيحل بحيث ان المشكلة، انت بيقدم يعمل مقارنة. دلوقتي هو المشكلة بيقول اللي لك ان هو بيحلها بيراجع. المنتج. بعد ما يخلص تمام. مراجعة 24 ساعة تلاحظ هي ان دي الحالة الفكرة الضريبية الأساسية. اتكتب أنا مش فيها عايزك كلمة تكتب مكتمل. شنيور من مجرد ما توتال كلمة مصدر مكتمل لا، كل ده تخلص، لو توفر في ضغطت هنا الصورة. هتلاحظ ان أنت كده بتكتب كل هوك حاجة بقت قوي، مظبوطة. كده انت وبعد كده جاهز، هتكتب، وبعد وملاحظ ان كده كلمة هتكتب له unblocked لو موجودة. كده عاوز كل حاجة تمام. تطلب المنتج تقدر تتواصل معنا، بحيث ان هو يكتب لك تعليق، تروح انت مديله رابط الافليت بتاعك، وبعد كده هتضغط على التالي، وبعد كده هتضغط على كلمة نشر. ماشي كده انت نشرت البوست بتاعك. دلوقتي احنا نقدر بعد كده نروح ناخد، هو ده المنتج التاني، هضغط على كوبي واروح على جيميناي وهقول له اكتب لي هوك للمنتج ده، اديله الاسم بتاعه، المنتج ده اللي احنا استخدمناه او عملنا له صورة من شوية. الهوك ده كويس قوي. عاوز شنيور يسد معاك في اصعب المواقف ويكون خفيف في ايدك، دورت كتير، توتال جابت لك الخلاصة. حلو قوي الهوك ده، ممكن اخده بالشكل ده. ماشي. وبعد كده اروح انشر الصورة. فين المنتج؟ اهو المنتج. تمام. كالعادة لو عاوز تطلب المنتج تقدر تتواصل مع تالي نشر. ماشي كده احنا نشرنا منتج. المنتجين دول لهم علاقة ببعض، يعني المنتج ده ولا المنتج ده لهم علاقة ببعض. كالعادة اللي انا نفذته على الاتنين دول هنفذه على المنتج التالت. تعال ننفذه على المنتج التالت. هروح لجيميناي وهقول له اكتب لي هوك قوي عن المنتج ده. بعد كده انا كده اوريدي كده اساسا صممت الصورة، فخلينا ننتظر الهوك. تعال نروح على الفيسبوك نرفع الصورة. اهي الصورة اللي احنا صممناها. ماشي. تعال نستنى. تخيل تشحن عدتك القوية بنفس الكابل اللي بتشحن بيه تليفونك. نعم، توتال عملتها اكتشاف المثقاب القابل للفصل. حلو قوي الهوك ده. ابتدي اخده بالشكل ده، ابتدي احطه هنا. لو عاوز تطلب المنتج تقدر تتواصل معانا. تالي نشر. انا عايزك بقى تركز في الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول. دلوقتي احنا نشرنا 3 انواع دريل او 3 انواع مثقاب. ماشي. التلاتة دول كده العميل لو بيدور على مثقاب ودخل الصفحة بتاعتك هيختار واحد منهم. ماشي. طيب دلوقتي بقى احنا يعتبر عملنا الكتالوج الاولاني اللي ليه علاقة بالشناير. خلينا نقول ان احنا اي شنيور قدامك لمه وحطه في الصفحة بتاعتك، اي عدة لمها وحطها في الصفحة بتاعتك. انت كده بتعمل كتالوج، بتعمل تخصص. ماشي. ده مثلا تخصص الكهرباء، نفس اللي انت بقى عملته هنا هتروح تنفذه مثلا على عدة السباكة مثلا. ماشي. هتلاقي او عدة الكهرباء مثلا، او عدة العربيات وهكذا. عدة الكهرباء هي مثلا، ده يعتبر برضو من عدة الكهرباء، ده يعتبر مثلا من عدة الكهرباء، وده يعتبر من عدة، خليني نشوف، ده يعتبر من عدة الكهرباء وهكذا. هي دي الفكرة الأساسية. ممكن مثلا نلم موضوع ليه علاقة مثلا مثلا بالكهرباء. مثلا ممكن نروح ناخد مثلا ده كلاب ميتر ده مثلا، وكمان ممكن ناخد الافو. كان في افوميتر هنا اهو، اهو في افوميتر كمان اهو، وفي افوميتر اهو، وفي مفك تيست اهو. ماشي. طب خلصت دول وعملتهم بنفس الفكرة، هتروح بعد كده تكتب مثلا وليكن سباكة. ماشي. بس تحدد بقى شركة توتال، سباكة توتال. هتلاحظ بقى حاجة السباكة اللي من شركة توتال. تعال ننفذ مثلا الفكرة زي الفلوماك ده مثلا من شركة توتال، الزرادية او كماشة دي من شركة توتال، البتاع اللي بيقطعوا منه ده من شركة توتال، الموتور بتاع المية ده من شركة توتال. تعالى مثلا ناخد المنتج ده والمنتج بتاع الموتور والمنتج مثلا بتاع القطاعة دي. ماشي. طيب تعالى نحفظ الصورة دي بالشكل ده. ماشي. ونروح لجيميناي، نختار هنا انشاء صورة، اضيف صورة، نبتدي نديله الفلوماك ده مثلا بتاع السباكة ده بتاع الموتور بتاع المية. تعال نروح نشوف هو فين. هاخد العنوان. كالعادة هقول له صمم لي صورة لهذا
المنتج، تبتدي تكتب اسمه. وبعد كده هنروح نجيب الوصف بتاع المنتج بالشكل ده، مميزات، تحطها كمميزات، نضغط على انتر بحيث ان هو يبتدي يصمم لنا الصورة. هنستنى لحد ما هو ما يخلص، بيبتدي يعمل تصميم للصورة، هننتظر لحد ما يخلص. تمام، هو خلاص كده خلص المنتج. تعالى نعمل له حفظ. خلاص الصورة خلصت زي ما انت ما شايف وحفظناها. تعالى بعد كده نروح نعمل نفس الكلام على القطاعة دي مثلا. تعالى ناخد العنوان بتاعها بالشكل ده، وبعد كده نطلع على هنا اضيف صورة، واقول له صمم لي صورة لهذا المنتج، اديله الاسم، مميزات، انزل كده اروح اجيب وصف المنتج، واروح على جيميناي اديله الوصف واضغط على انتر واستنى لحد ما يخلص. تمام، هو كده بيعمل تصميم للصورة التانية. كده انا بلم كمان محتويات السباك. انا بس عايز افهمك الفكرة. لم محتويات الكهرباء لوحدها، محتويات السباكة لوحدها، محتويات النجارة لوحدها، وهكذا. خلينا نستنى. تمام، هو عمل الصورة بالشكل الاحترافي ده. تمام، هبتدي اضغط على الصورة عشان احفظها. اكتب لي هوك قوي جدا، اكتب لي هوك قوي جدا للمنتج، هستخدمه في منشور على الفيسبوك. اضغط على انتر، تستنى لما المنشور يتكتب. تعبت من قطع المواسير المعوجة والمشرشرة والكلام ده كله؟ ماشي، ابتدي خد. وهنا بيقولك التركيز على السهولة، بضغطة واحدة وبإيدك اقطع أجدعها ماسورة والكلام الجميل ده كله. تمام، ممكن ناخد الكلام بالشكل ده ونرجع على الفيسبوك ونبتدي ننشر بالشكل ده. فين المنتج؟ اهو المنتج بتاعنا. اقول له لو عاوز تطلب المنتج ممكن تتواصل مع تالي نشر ليس الآن. ماشي، تعالى بقى بعد كده ناخد كمان الوصف. اكتب لي هوك قوي للمنتج ده، اللي هو بتاع اللي هو المنتج بتاع الفلوماك اللي احنا صممنا الصورة بتاعته من شوية. خليه هو يكتب قبل ما احنا ما نرفع الصورة. فين الصورة بتاعت اهي الصورة بتاعت الفلوماك. تمام، هنرجع تاني هنا. مضختك ما بتوقفش شغل وبتحرق كهرباء، احميها وريح نفسك. حلو قوي. هاخد الهوك بالشكل ده وابتدي هقول له لو عاوز تطلب المنتج تواصل معنا. تالي نشر ليس الآن. اللي احنا عملناه على المنتج ده كأدوات سباكة، وعملناه على المنتجات دي كأدوات حفر ونجارة أو أدوات تثقيب، هتعمله على كل المنتجات بالتخصصات بتاعتها. هتنوع التخصصات بتاعتك بحيث ان انت ما تسيبش اي منتج من المنتجات غير لما ترفعها على الصفحة بتاعتك. عشان احنا لما نخش في قسم الاعلانات ونبتدي نعمل اعلانات وتبتدي يعني تستقطب ناس، انت همك ان هم ما يخرجوش من الصفحة بتاعتك غير لما يشتروا، لازم تحط كل انواع المنتجات اللي ليها علاقة بالعدد في الصفحة بتاعتك. لازم تخلي الصفحة بتاعتك حرفيا مرجع فيها كل انواع العدد. الفصل السادس بعنوان ازاي هنقدر نبيع او ازاي هنقدر نبني النظام التسويقي. الموضوع مش بالسهولة اللي انت متخيلها. احنا محتاجين الاول نفهم يعني ايه بناء نظام تسويقي، وازاي تقدر تبني وتقدر تحول الشخص اللي داخل يتفرج بعينه لشخص فعلا عنده نية الشراء. عشان تقدر تحول الشخص اللي مجرد داخل يتفرج على المحتوى ده او عجبه اي منتج من المنتجات اللي عندك لشخص عنده فعلا نية الشراء، محتاجين الاول نفهم يعني ايه ماركتينج. قبل ما تفكر تصرف جنيه على الاعلانات لازم تتعلم اصلا يعني ايه تسويق. ما تفتكرش ان انت مجرد ما تنشر صورة المنتج زي الدريل مثلا وتكتب عليه كام كلمة حلوة مع كام هوك وترفع البوست، ما تتوقعش ان المنتج ده هيتباع. لو اتباع مرة او اتنين مش هتباع بعد كده. فاحنا عايزين نخرج من اطار الصدفة ونتحول بيك لإطار الواقعية. فأنا دلوقتي عايز أتعلم استراتيجية بحيث إن أخلي الشخص يشتري فعلا وأكون قاصد ده، مش مجرد رافع صورة وكاتب عليها كام كلمة. فالشخص ده هيكون عنده نية الشراء. محتاجين الأول نفهم رحلة العميل من أول لحظة يشوف فيها المنتج لحد ما ياخد قرار إنه يشتري. وده اللي إحنا بنسميه كماركتينج أو كعالم الماركتينج ماركتينج فانل أو القمع التسويقي. القمع التسويقي ده بيمر بعدة مراحل. المرحلة الأولانية بأن الشخص شاف المنتج،
المرحله الثانيه ان هو بعد ما شافه اهتم بالمنتج. المرحله اللي بعد كده ابتدى يبص على المنتجات بتاعتك اللي على الصفحه بتاعتك. بعد كده اقتنع بالمنتجات دي وعجبه منتج او منتجين. بعد كده ضغط على منتج من ضمن المنتجات. بعد كده اشترى المنتج. ده القمع التسويقي واللي بينقلنا لاربع مراحل مهمه جدا جدا في عالم الماركتينج. احاول اكلمك عنهم بشكل سريع. المرحله الاولانيه هي مرحله الاتنشن او مرحله ان انت تجذب الانتباه، ودي اول وظيفه للتسويق، هي جذب الانتباه. يعني انت مثلا بدل ما تكتب كلمه دريل للبيع او الدريل ده من توتال، انت بتقول لك انت بتكتب على البوست لو الدريل بتاعك بيعمل الحركه دي اثناء التشغيل اوعى تشغله لحسن يتحرق. كده انت فرقت ما بينهم، خليته يشتري المنتج بتاعك وفي نفس الوقت جذبت انتباهه. او شخص عنده مشكله، انت بتحاول تحلله المشكله دي بان انت بتجذبه، زي مثلا بتقول 3 اخطاء خلي بالك منهم او اوعى تقع فيهم، عشان لو انت عملتهم انت كده هتعرض عمر البطاريه بتاعت الدريل بتاعك لان هي تبوظ. او مثلا قبل ما تشتري الدريل ده لاول مره لازم تعرف الفرق ما بين الدريل ده وده، ابو سلك واللي من غير سلك. كده انت عملت ايه؟ كده انت جذبت الانتباه وتفوقت على منافسينك باسهل طريقه ممكنه. فانت هنا اتعلمت ازاي تقدر تكتب كلام على البوست بتاعك بحيث ان انت لما المنتج بتاعك يتعرض ما بين منافسينك انت تكون تفوقت على منافسينك، ان خليت الشخص ده يوصل بيك للمرحله الثانيه، ان يبقى انترست مهتم ان يعرف انت عندك ايه وبتعرض ايه ومعلوماتك واصله لحد انهي درجه. تمام، انا لفت انتباه الشخص وهو اقتنع وشاف ان انا بقدم شيء مش عند المنافسين، فخلاص هو خلاص تم لفت انتباهه. هل ده معناه بقى ان هو وقف على الفيديو اللي انا بعمل مقارنات فيه بين المنتجات ما بين الدريلا ابو سلك وما غير سلك ده، هل كده معناه ان هو هيشتري؟ برضه لا. ثانية واحدة، يعني ايه برضه لا؟ يا عم ده الموضوع سهل، يا عم ده الناس كلها بتقول لي ان التسويق ده شيء سهل، انت جاي تعقدها وتصعبها عليا ليه؟ انا جاي اكون واقعي معاك. مش عشان هو تم لفت انتباهه وقف على البوست بتاعك فاذا هو هيشتري. هو في ناس هتشتري على طول، بس في ناس لسه عندها هاجس ان هي مش سهل تشتري. فاحنا هنا لازم نسحب الشخص ده ونخليه يهتم بينا، يعني خليه نخش في المرحلة التانية وهي مرحلة الانترست. فمثلا نروح عاملين ريل نروح قايلين فيه ازاي تختار الدريل المناسب لشغلك، لو انت شغال نجار غير لو انت شغال ميكانيكي غير لو انت شغال، وهكذا. بعد كده كمان شويه الفرق ما بين الدريل العادي والامباكت مثلا دريل. بعد كده مثلا تروح ناشر بوست ثالث متى تختار مثلا الدريل ال 20 فولت ده وامتى تختار الدريل ال 220 فولت مثلا. هنا انت بتبني الثقه. هنا الشخص لما يفكر يشتري دريل في اي وقت كان من صفحه العدد انت اول اولوياته، انت اول اهتماماته. كده احنا بنينا الثقه، كده الناس هتقول والله الناس دي فاهمه، كده الشخص اللي هيشتري هيقول والله الناس دي متخصصه. ده اللي هينقلنا للمرحله الثالثه وهي الديزاير، ودي تعتبر اهم مرحله في الاربع مراحل اللي انا جاي اكلمك عليهم. ليه بقى؟ لان في فرق كبير جدا جدا بين عميل يعرف المنتج، يعني انا عميل دلوقتي اعرف النضاره دي وبس ومهتم بيها بقالي فتره حلوه، في فرق بقى من ان انا ابقى عارف النضاره دي، وفي فرق بين ان انا اشتري النضاره دي واقرر ان انا خلاص ده الوقت المناسب في شرائها. انا عندي نقطه اساسيه محتاج افهمها هنا، ان في فرق كبير بين عميل يبقى عارف المنتج وان عميل عايز المنتج. فمثلا انا لما اكتب على بوست دريل 20 فولت بطاريه ليثيوم غير لما اكتب مثلا لو انت بتشتغل طول اليوم بتفك وبتركب المسامير فانت محتاج اداه تقلل الوقت اللي بتضيعه في كل عمليه. هنا انت بتبيع، هنا انت بتفهم ماركتينج، هنا انت بتلعب على عقليه الشخص اللي بيشتري وبتقنعه ان انت بتقدم فعلا فاليو، قيمه حقيقيه. هو هياخد فلوس، هو هيدفع فلوس مقابلها. فهمت الفكره؟ يبقى انت كده مش بتبيع دريل، انت بتبيع سرعه وراحه وانجاز. وده اللي هيودينا للمرحله الاخيره الاكشن، المرحله الرابعه، ان بعد ما الشخص خلاص شاف واهتم واقتنع خلاص هياخد اكشن ان هو هيشتري. وهنا احنا عندنا قاعده، يعني قاعده في عالم الماركتينج، الناس اللي دارسه ماركتينج هتعرف ان هي دي القاعده الذهبيه بتاعتنا. بنقول فيها ايه دايما؟ ان كل ما كان العميل بعيد عن قرار الشراء كل ما انا ما بطلب منه خطوه صغيره، وكل ما كان العميل قريب من قرار الشراء انا بطلب منه اكشن قوي. طيب خلينا دلوقتي نوصل للفصل الاخير. دلوقتي انا غذيت الصفحه بتاعتي كويس جدا وخليت الصفحه بتاعتي مميزه. خلينا متفقين ان لازم تغذي الصفحه بتاعتك زي ما انا ما قلت لك بالظبط.
يعني احنا اتفقنا في فصل من ضمن الفصول ان احنا هنعمل محتوى كبير وكتير قبل ما نفكر في يوم من الايام ان احنا نصرف جنيه واحد على الاعلانات. طيب خلينا نقول ان احنا تخطينا كل ده، خلصنا الكلام الجميل ده كله، دلوقتي احنا جينا لمرحلة الاعلانات. ماشي، دلوقتي انا هختار منتج، المنتج ده فيه مشكلة بيواجهها 95% من الناس والمنتج ده بيحلها. وليكن مثلا الفلوماك ده مثلا، ان 80% من الناس اللي عندها مواتير ميه الفلوماك ده او البالونه او الاوتوماتيك بيعلق فبيبوظ. فانا قلت هنا ما تخليش المضخه بتاعتك تتحرق والكلام الجميل ده كله، وانت عندك حل لمشكله الموتور من شركه توتال، وابتديت خلاص اخترت ان المنتج ده وعرفت ان المنتج ده من اهم المنتجات اللي عندك، فاذا قررت ان انت تشتغل عليه. طيب مفروض ان انا اعمل ايه بقى؟ هبتدي اضغط على كلمه ترويج المنتج بالشكل ده عشان ابتدي اشتغل على المنتج وابتدي اعمل اعلان. هيظهر لي المنتج بالشكل ده، وهنلاحظ ان اول كلمه عندي الهدف. الهدف من الحمله بتاعتك دي ايه؟ هل هي تلقائي جذب المزيد من الزوار لموقعك الالكتروني؟ لا طبعا، هبتدي اضغط على كلمه تغيير بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اقول له جذب المزيد من العملاء المحتملين. انا هختار دي بحيث ان انا اجذب الناس للمحتوى، الناس اللي عندها نية الشراء. فيسبوك دايما بيعرض المنتج الصح في الوقت الصح في المكان الصح على العميل الصح لما انت بتختار استهداف صح. طيب هبتدي اختار جذب المزيد من العملاء. طبعا كل الخيارات دي لا تتناسب معايا، اللي يتناسب معايا هي جذب المزيد من العملاء او تلقي المزيد من الرسائل. الاتنين دول هم ليهم علاقة بالمبيعات، وممكن طبعا تلقي المزيد من المكالمات، ولكن انا لا افضلها قوي. فانا هختار جذب المزيد من العملاء المحتملين او تلقي المزيد من الرسائل. اختار دي او اختار دي. تمام، انا هختار دي. هبتدي اضغط على حفظ. كده انا اخترت الهدف من الحملة بتاعتي بطريقة مظبوطة. نص الاعلان هو الكلام اللي انا ببقى كاتبه في الديسكريبشن فوق، عشان كده انا قلت لك وانت بتعمله لازم تبقى بتختار كلام مظبوط وسليم بنسبة 100%. ماشي، انا كده اخترت الكلام، كتبت الكلام واخترت الهدف من الحملة. هنزل تحت بالشكل ده، وبعد كده هتنزل تحت لحد ما توصل لكلمة الجمهور. احنا في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ان كلمة الجمهور هو الجمهور اللي انت بتجربه وبتختاره وبتستهدفه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا النهاردة عملت استهداف معين لحملة ليها علاقة بالمواتير بتاعة المية، بعد كده رجعت عملت حملة تانية ليها علاقة بأدوات النجار، وبعد كده رجعت عملت حملة تالتة ليها علاقة مثلا بأدوات السباكة. كل حملة من دول عملت لها استهداف مختلف عن التاني. اكتر حملة هتبيع، اكتر منتج هيبيع، هو ده المنتج وهي دي الحملة اللي انا هستمر عليها. يبقى انا هغير الجمهور بتاع الحملة الاولى غير جمهور الحملة التانية غير جمهور الحملة التالتة. طب تعال نشوف الكلام ده. يعني انا مثلا في المنتج ده هبتدي اضغط على القلم ده عشان ابتدي احدد الجمهور بتاعي. خلينا نتكلم مثلا على المنتج بتاعنا عشان نفهم ازاي اقدر اشغل استهداف صح. دلوقتي انا بعرض منتج اسمه فلوماك، منتج بيحل مشكلة ان المواتير بتاعت المية تتحرق. مين اللي ممكن يكون مهتم؟ هل الكل؟ هل الرجال ولا النساء؟ لا طبعا الرجال بس، النساء ما بتتكلمش في الكلام ده، مالهاش علاقه بالكلام ده. فانا عندي الرجال. هتقولي طب ما انا مختار الاثنين، ده انا كده زياده الخير خيرين، هوصل المنتج بتاعي للاثنين وكده انا النسبه بتاعتي هتكون افضل. طيب كده احنا بقى محتاجين نقف ونركز ونكبر الصوره بالشكل ده، عشان في كلمتين عندي في الجون لازم تفهمهم. الف ب ماركتنج، ان انت توصل الاعلان بتاعك لمستحقه. يعني ايه؟ هفهمك يعني ايه. يعني انا عندي بادجت 200 جنيه دلوقتي، البادجت ال 200 جنيه دول لو انا صرفتهم بطريقه غلط هخسرهم من غير ما اوصل لولا عميل. يعني مثلا لو انا اخترت الكل هنا، فانا هوصل بال 200 جنيه بتوعي دول وليكن مثلا ل 3000 واحد. ال 3000 واحد دول منقسمين 1500 رجاله و1500 ستات، ما بينهم 1500 ستات مش مهتمين، فانا خسرت نص البادجت من غير اونطه، خسرتهم على الفاضي. لكن لو صرفت ال 200 جنيه دول على الرجال بس، فانا هوصل الاعلان بتاعي ل 3000 راجل. فهمت الفكره؟ فالموضوع ملوش علاقه بالتعداد، الموضوع له علاقه بان الشخص ده هيشتري ولا الشخص ده مش هيشتري اساسا، وانا هوري له الاعلان كده كمنظر. كويس، اظن احنا كده فهمنا النقطه دي. اللي هطبقه على الكلام ده على الجنس هو نفس الكلام اللي هطبقه على العمر. يعني عندي مثلا مين اللي ممكن يكون في الفئه العمريه مهتم بمنتج ليه علاقه بالعداد؟ واحد عنده 18 سنه ما اعتقدش، ممكن يعني يبقى سيبها. ولكن واحد عنده 65 سنه لا طبعا مش هيهتم. لكن واحد عنده 45 سنه
هيهتم. لكن واحد عنده 45 سنه ما عندوش فلسفه الشراء من على النت، فواحد عنده 40 سنه هيبقى عنده الفلسفه. يبقى العمر او الفئه العمريه ما بين 18 ل 40 سنه هي فئه افضل لفئه تعتبر من الناس اللي عندها سيكولوجيه الشراء من على النت. فانا لما اصرف ال 200 جنيه بتوعي على الفئه العمريه دي واصرف ال 200 جنيه بتوعي على الرجال بس، كده انا وجهت البادجت بتاعي لمستحقيها. فهمت المبدأ؟ طيب بالنسبه بقى الموقع، طبعا انا الكلام اللي انا بقوله لك ده بقوله لك بناء على تجربتي الشخصيه. لازم تبقى فاهم ان الماركتنج بحر وكل واحد ليه فلسفته. الموقع، طيب لو انا رحت صرفت ال 200 جنيه بتوعي على الرجال وعلى الناس اللي في الفئه العمريه دي، وجيت في الدوله اللي هي مصر، سبت مصر كده، هل انت تتوقع ان ده صح؟ انا كده وصلت الاعلان بتاعي ل 120 مليون بقى، لو نفترض ان في 120 مليون حساب على فيسبوك، هل كده انت شايف ان ده صح؟ لا طبعا غلط. تقول لي طب لما هو غلط ازاي يعني؟ طب انا اروح استهدف دوله تانية؟ اكيد لا، ما اقصدش كده. انا اقصد حاجه تانية خالص، اقل يعني اكثرها تعقيدا. تعال نحسب حسبه بسيطه. انت تتوقع ان انهي منطقه بتهتم بشراء العدد اكتر؟ منطقه امبابه والمطريه، ولا منطقه الزمالك والمهندسين والتجمع الاول؟ اكيد هتقولي الاماكن العشوائيه، لان فيها فئه من الناس بتحب تصلح وبتحب ان هي تكون فيها عماله كتير. فانا لما اكون بوصل الاعلان بتاعي للعماله، بكون بوصل الاعلان بتاعي للناس اللي شغاله في مجال العماله، يبقى المنتج بتاعي هيوصل بالظبط اللي مستحقيه. لكن لو وصلت الاعلان بتاعي لمصر كلها، هيشمل بقى ايه؟ الواحات، هيشمل البحر الاحمر والبحر المتوسط ومش عارف، والصحاري بتاعت اي حد عنده في حساب على الفيسبوك في الفئه العمريه دي، ورجال هيوصلوا الاعلان. فانا كده اكون خسرت. فلازم اشيل مصر من هنا واكتب مثلا، لو انا شغال على منتج ليه علاقه بالاماكن العشوائيه مثلا، فهكتب مثلا المطريه. تمام، هيظهر لي المطريه، هبتدي اوسع النطاق بالشكل ده مثلا. تمام، وبعد كده هكتب مثلا امبابه. تمام، واوسع النطاق بالشكل ده مثلا الوراق، واروح موسع النطاق بالشكل ده. لو لقيت ان في دايره صغيره بالشكل ده جوه دايره كبيره، فاذا انا في امبابه هنا واخد الوراق معايا وشبرا الخيمه والقاهره والمربع ده كله، فاروح حازف الوراق بالشكل ده، لان كده كده انا اوريدي مستهدف. معنى بقى الاستهداف التفصيلي ان انا استهدف من جوه امبابه حتت معينه في امبابه انا عارف ان هي بتبيع. الكلام ده كله كده تفصيلا في حلقه مخصصه على الاعلانات هشرحه لك. الاستهداف التفصيلي، ومن هنا اقدر اختار الناس اللي عندها نيه الشراء عن طريق الاهتمامات او السلوكيات. يعني هنا مثلا من السلوكيات ممكن اختار السلوك الشرائي، المتسوقون المتفاعلون مثلا. وفي السلوكيات مثلا هنا ادور على الفئات اللي ليها علاقه مثلا بموضوع العدد وموضوع الكلام ده كله. في الاهتمامات ممكن اروح اختار بالاهتمامات لحاجات ليها علاقه برضو بالمجال بتاعي. البيانات الديموغرافيه برضو نفس الكلام، وهكذا. فالاستهداف هو اهم شيء عشان توصل البادجت بتاعك للمستحق بتاعه. بعد ما اخلص الاستهداف التفصيلي واقفله، ممكن اضغط على كلمه حفظ الجمهور، بحيث ان انا احفظ الجمهور بتاعي. فلما اجي اقارن بعد كده من حمله لحمله، اقدر اختار الجمهور بتاعي اللي انا حفظته في الحمله المعينه. طبعا انا عندي هنا الميزانيه بتاعتي. بعد كده انا عايز الميزانيه بتاعتي مرات ظهور الاعلان ده بيظهر لكام شخص. يعني مثلا الاعلان ده هيظهر ل 342 شخص ل 1200 شخص. العملاء المحتملين منهم عميل واحد بس. طبعا مالكش دعوه بكلمه العملاء المحتملون دي، لان اهم حاجه انت تبقى ظابط شغلك صح. طيب الكلام ده على اي اساس؟ على اساس البادجت او الميزانيه اللي انا حاططها. يعني انا مثلا حاطط في اليوم 50 جنيه، كل ما ارفع الميزانيه كل ما الظهور يزيد والعملاء المحتملين يزيدوا. زي ما انت ما شايف كده، كل ما اقلل الميزانيه كل ما مرات ظهور الاعلان تقل. طبعا هنا اقدر اتحكم في الميزانيه بان انا اشغل الاعلان على طول باستمرار ويسحب فلوس على طول، وانا ما بفضلش الكلام ده. ممكن تختار تاريخ لبدايه الحمله، يعني ممكن تخلي الحمله 7 ايام، ممكن تخلي الحمله 4 ايام، وهكذا. طبعا في الاخر بيبان لك اجمالي المبلغ اللي انت انفقته. وطبعا وسيله الدفع ممكن تستخدم ريديت باي او تستخدم ماي بال او اي وسيله احنا اوريدي سبق وشرحناها قبل كده. طبعا موضوع الاعلانات ده بالذات محتاج تفصيلا شرحه تفصيلا، هشرح لكم ان شاء الله في حلقه مخصوصه بنتكلم فيها عن الاعلانات بوجه عام. طبعا قبل ما نبدأ في اي حاجة لازم نكمل المعلومات الضريبية بتاعتنا. بعد ما اعمل اكونت على امازون، اضغط على المعلومات الضريبية، هلاحظ كلمة غير مكتمل، هضغط على الحالة الضريبية، ومن هنا هبتدي املى المعلومات بتاعتي. اغير اللغة الاول، اخليها عربي،
وبعد كده املى المعلومات بتاعتي بمنتهى السهوله. ابتدي احط الاسم بتاعي باللغه الانجليزيه، ولازم الاسم بتاعي يكون مكتوب بطريقه زي بالظبط ما محطوط في البطاقه بتاعتك، يعني اسم رباعي لازم يتكتب بطريقه مظبوطه. بعد كده هنزل تحت وهلاحظ ان انا هقول له لا انا ما عنديش بطاقه ضريبيه، وهنا طبعا هتحط له الرقم القومي بتاعك، هتكتب له الرقم القومي بتاعك بطريقه سليمه. وبعد كده هتلاحظ ان في اتفاقيه قدامك، وهيطلب منك ان انت توقع على الاتفاقيه، يعني انت تكتب الاسم بتاعك زي ما موجود في البطاقه بالظبط بدون ما تغلط في اي كلمه او اي حرف في الاسم بتاعك. هتحط الاسم بتاعك بالظبط، وبعد كده بعد ما تخلص هتلاحظ ان التاريخ موجود اللي انت بتوقع فيه، وبعد كده هتضغط على كلمه ارسال. من هنا بقى انت مفروض ان انت هترفع صورة البطاقة بتاعتك عشان هو يقارنها، طبعا الرقم القومي بتاعك يقارنه بنفس الرقم القومي اللي انت حطيته في الاتفاقية اللي فاتت. فتبتدي تحط له صورة الرقم القومي الوش بس، صورة البطاقة بتاعت الوش بتاعتك، بحيث ان انت يعمل مقارنة. دلوقتي هو بيقول لك ان هو بيراجع، بعد ما يخلص مراجعة 24 ساعة تلاحظ ان الحالة الضريبية كتب فيها كلمة مكتمل. مجرد ما كلمة مكتمل تخلص لو ضغطت هنا هتلاحظ ان كده كل حاجة بقت مظبوطة، وكده انت جاهز، وملاحظ ان كلمة unblocked موجودة، وكده كل حاجة تمام. بس كده يا رب يكون الفيديو ده مفيد ليكم، يا رب تكون الحلقة يعني فادتكم على قد ما اقدر. حاولت اضيف لك معظم الحاجات اللي انا عندي دراية بيها. ان شاء الله في اقسام معينة بتحتاج حلقات وشرح مفصل، فاحنا ما تطرقناش ليها بشكل مفصل زي الاعلانات، محتاجة مننا كورس مخصص هقدمه لك ان شاء الله على القناة هنا. فتابعنا عشان الايام اللي جايه ان شاء الله هنزل لكم شغل فعلا فعلا يليق بينا وبيكم. بس كده يا رب يكون الفيديو مفيد ليك. لو الحلقة عجبتك ما تحرمناش من اللايك ومن الشير والسبسكرايب. مع السلامة.